الا كنتي ناوي وعوال انك تشري طوموبيل دبليو في هذا الفيديو غنبين لك ان هذا هو اخيب واكفس قرار غتاخذه في الحياة ديالك. اما الا كانت عزيز عليك الريحه ديال الطوموبيل الجديده ففي عوض ما تخسر الفلوس الصحيحه كنصحك انك تكوموندي هاد الريحه ورش بها الطوموبيل ديالك وها انت اقتصدتي بزاف ديال الفلوس. نرجعوا دابا للمعقول، وحسب واحد الدراسه دارها توماس ستانلي وويليام دانكا وبيبليوها في كتاب سماوه ذا مليونير نيكست دور، لقاو بان 30% من المليونير ديال العالم كيشريو طوموبيل اوكازيون عوض طوموبيل دبليو. هاد الملايريه والملاعقين بالنسبه لهم هاد القرار ديال الشراء ديال اون فواتور دوكازيون قرار ذكي تيساعدهم على البناء والحفاظ على الثروه اللي عندهم. علاوه على هادشي اللي قلنا، خرجت اشهر شركه في العالم لبيع وشراء السيارات المستعمله كارفاكس خرجت بواحد الاحصائيه كتقول ان لا فالور ديال الطوموبيل دبليو كتهبط ب 15% في الشهر الاول ديال الاستخدام ديالها. الا مثلا كنتي شريتي سياره ب 20 مليون القيمه ديالها غتهبط ب 3 المليون وغتولي ساويه يلاه 17 مليون في الشهر الاول ديالها. من بعد ما عرفنا هاد المعلومات غنقدم لكم 6 ديال الاسباب اللي غادي تدفعكم انكم تفاداو تشريو سياره دبليو. السبب الاول اخوتي هو ان الحاجه الجديده ديما كتكون غاليه. علاش؟ لنفترض انك بغيتي تشري رونو ميغان 2022 غادي تدخل السيت ديالهم غادي تلقى الفول اوبشنز ديالها اللي كتسمى الار اس لاين غتلقاها ب 29 مليون، ولكن ملي كتمشي للكونسيسيون كتلقاها ب 32 ولا 33 مليون. كتسول الكونسيي فينونسي على الزياده تيقول لك لا هذه راه زايده في لي زوبسيون، وهذه اكبر كذبه حيت ديك 3 ولا 4 المليون اللي زايده ماشي ديال لي زوبسيون ولكن كتسمى الديلر فيز، يعني الرباح ديال مول الكراج ولا الشركه، يعني التسمصيره. هادشي بلا ما نهضروا على مصاريف التسجيل ولي ماتريكولاسيون والدوسي والضريبه. وحسب واحد الدراسه تدارت مؤخرا ان الرباح ديال الشركات والكراجات اللي تيبيعوا الجديد كيمثل من 15 حتى ل 20% من ثمن الطوموبيل، اي انك الا شريتي سياره ب 16 مليون عرف بلا مول الكراج غادي يربح معاك 3 المليون والصرف. هادشي بلا ما نهضروا على المانتونونس بحال تبدال الزيت والفلترات اللي خصك ديرهم في لا ميزون، ولا مثلا لا قدر الله درتي كسيده بطوموبيل ديال 2021 فراه الكابو ولا ليزيل ولا لي فار غتضطر انك تشريهم من لا ميزون. وحنا كاملين عارفين الاثمان ديال لي ميزون دو فواتور. البارشوك يقدروا يحسبوه لك ب 7000 درهم، في حين الا درتي نفس الكسيده بسياره عندها 5 سنين تقدر تجيب داك البارشوك غير ب 1500 درهم من لافير. وهنا غيبان لكم ان ديك الخرافه ديال السياره دبليو كتقام المينتونونس ديالها رخص غير كذوب، والسياسه ديال الماركتينغ كيستعملها البياعه والشرايه. الحاجه الثانيه اللي عرفتوها ما عمركم تفكروا في الشراء ديال الدبليو وهي القالب ديال الكريدي 0% ولا الجراتوي. لنفترض مثلا انك مشيتي تشري الدبليو، الكونسيي فينونسي غادي يقول لك الثمن ديال الطوموبيل هو 30 مليون، ولكن الا خلصتيها كاش غادي نعطيوك واحد الرابط ولا تخفيض ديال 10% مثلا، ولكن الا خديتيها كريدي غادي تديها ب 30 مليون. هنا خاصك تعيق وتعرف بان الثمن الاصلي ديال الطوموبيل ماشي 30 مليون ولكن في الحقيقه 27، وديك 3 المليون اللي زايده ديال المصاريف ديال الكريدي اللي غادي تاخذو. يعني في عوض ديك 0% ديال الكريدي غتكون لانتيري الا ضربنا ليها الحساب هي 10%. فما عمركم تحسبوا ريوسكم رابحين في لافير. ولا خديتو مثلا شي حاجه غراتوي بهذا الزمان ما كاين حتى شي حاجه فابور. الحاجه الثالثه اللي غتخليكم تبعدوا على الدبليو وهي الديبريسياسيون ولا انخفاض القيمه الماديه للسياره كيف ما تنقولوا. كاملين تنعرفوا ان الناس اللي تيشريو طوموبيل دبليو كيعولوا على الكسب ديالها مدى الحياه، ولكن بعض المرات تيوقع شي مشكل تيخليك انك تفكر تبيعها، ومنين كتدخلها السوق كتلقى الثمن ديالها طايح ب 3 ولا 4 المليون مقارنه بالثمن ديال الدبليو. وهنا فين كتعرف بانك تقولبتي وهزيتي اكبر قالب. واخا كتكون الطوموبيل ضاربه غير 1000 كيلومتر القيمه ديالها كتهبط ب 15 حتى ل 20000 درهم. من جهه اخرى الا شريتي طوموبيل اوكازيون عندها عام ولا عامين غتاخذها بالثمن المعقول ديالها، يعني ناقص الديبريسياسيون والعموله ديال الشركه اللي باعت والفري دي ماتريكولاسيون ديال التسجيل. وهنا الا احتاجيتي تبيعها تقدر تبيعها باكثر من الثمن باش شريتيها.
وهذا البلان مستحيل يطرى الا كنتي مخرجها دبلفي. رابع حاجه تخليكم تبعدوا على الدبلفي هي انك بنفس الفلوس في لوكازيون تقدر تشري اون فواتور دو لوكس، ولكن في الدبلفي غتمكنك تشري اون فواتور لو كوست ولا خاويه كيف ما تنقولوا. وهنا غتسمحوا لي نجبد لكم واحد المثال. عندي واحد الصديقه كان في راس مالها 17 مليون. هاد الفلوس في الجديد يقدروا يجيبوا لها واحد السانديرو ولا فيستا ولا كاع ايفان. جات عندي نصحتها بالوكازيون، جابت اون غولف 7 2017 ضاربه 55,000 كيلومتر، توت اوبسيون، بواطه فيتيس دي اس جي، كليماتيزاسيون، ريغولاتور اي ليميتور دو فيتيس افيك كارني دونتروتيان. طوموبيل مازال جديده، النبشه ما فيهاش. ودابا بيني وبينكم الركبه والسوقه ديال الغولف 7 هي ديال السانديرو ولا ديال السي 3. بهذا المجال اخوتي كاين بزاف ما يتقال، ولكن غنذكر لكم واحد 3 ديال النقاط بعجاله. تامين اخوتي ديال السياره الجديده ديما تيكون مضوبل على جوج، حيت في ديك الوقيته كتكون اوبليجي باش تخلص ليها اون اسيغونس تو ريسك. ودابا اخوتي نكونوا واقعيين، منين كنشريو شي حاجه جديده كنبقاو نقولوا مع روسنا عداك نقيسها، عداك نضربها، عداك نوسخها، كتبقى صايق ومنوي. اما في لوكازيون ما على بالكش، اللي بغى يطرى ما كتبقاش مخلوع وداير اتونسيون. وهادشي كامل اخوتي اللي قلنا راه غير باش تستهلكوا بلا ما تهلكوا. تهلاو.